اسمع هذه البشارتين في شهر رمضان. إن أردت أن يغفر الله ذنوبك ويرفع الله قدرك ويكتب الله أجرك، فاسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأغلب منكم سمع هذا الحديث بل قرأه، لكن لم يركز فيه ولم يعرف معناه. البشارة الأولى يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وبوعده تبارك وتعالى وأنه لا يخلف الميعاد، وأن الله سبحانه وتعالى سيجزي الصائم مغفرة الذنوب وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا معنى الحديث: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. البشارة الثانية يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي بمعنى من قام هذه الليلة المباركة بقراءة القرآن والصلاة غفر له ما تقدم من ذنبه. ها قد أقبل رمضان يا إخواني، فعلينا جميعا أن نستغل هذه الفرصة.